يا صباح الخير، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. النهارده في طشة سالم هنعمل وصفة سهلة وسريعة ومنجزة. هنعمل ورقة كبدة بس بطريقة مختلفة شوية. المقادير بتاعتنا: معانا نص كيلو من الكبدة، ومعانا كلاوي، معانا للتتبيلة فلفل أخضر وتوم. التوابل بتاعتنا: ملح وكزبرة وكمون، معلقة من كل حاجة. وده هنا عصير ليمونة وعليه معلقة صغيرة خل. والخضار اللي هنستخدمه: فلفل اخضر وبصل وفلفل احمر. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنجهز التتبيلة بتاعتنا. هننزل بالثوم والفلفل، وهننزل بالتوابل بتاعتنا، واخر حاجة هننزل بعصير الليمون، وهنضرب كل ده بالهاند بلندر بتاعها. دي كده شكل التتبيلة بتاعتنا. هننزل بنصها على الكبدة ونقلبها كويس مع بعض. هنروح نشوح الكبدة بتاعتنا ونيجي نقفل الورقة بتاعتنا الشكل النهائي كله مع بعض. هنا هنبدأ نشوح الكبدة بتاعتنا. عندنا الطاسة اللي هنشتغل فيها حاطين فيها شوية زيت، وهننزل بقطع صغيرة من اللية تتشوح، وهننزل بمعلقة صغيرة من التتبيلة بتاعتنا تتشوح مع اللية دي. الريحة اللي طالعة شهية جدا. وأول ما اللية كده اتشوحت والثوم ريحته طلعت، هننزل عندنا بالكبد والقلوب بتاعتنا. احنا هنديها تشويحة سريعة دقيقتين بالظبط، وبعدين هنكمل تسويتها في الورقة بتاعتها مع الخضار في الفرن. وادي ورق الفويل بتاعنا وفيها ورقة زبدة. تمام، هنبدأ نقفل مع بعض. هننزل بشوية من البصل، شوية من الفلفل الألوان، شوية من الفلفل الأخضر بالشكل ده، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة من التتبيلة دي، ونمكسهم كده مع بعض. ونبدأ ننزل في الكبدة بتاعتنا، ونقفل الورقة بتاعتنا كده، ونحطها في الفرن الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق بالظبط، مش أكتر من كده، وتبقى جاهزة معانا. يلا بينا نفتح العظمة بتاعتنا. ورقة كبدة في قلبك. يا الله على الريحة، يا الله. ورقة كبدة، أوعدكم هتاكلوا صوابعكم وراها. جربوها ومستني رأيكم في الكومنتات. سلام.